ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق. رمية 2:2. مع بداية الصوم تضع الكنيسة أمامنا خطية قد تحرمنا من بركات الصوم، وهي خطية الإدانة. لقد حذرنا منها ربنا يسوع المسيح، لأن الإدانة ليست من حقنا بل هي حق الله وحده. عندما ندين الآخرين نضع أنفسنا مكان الله، وتقسو قلوبنا ويقل الحب فيها، وننسى خطايانا ونركز على أخطاء غيرنا. أما طريق الصوم الحقيقي فهو أن نتذكر ضعفنا، أن نمتلئ حبا للآخرين، أن نصلي من أجل الجميع. تدريب اليوم: عندما يأتيك فكر إدانة تذكر خطاياك وحوله إلى توبة. حاول أن ترى صفة جيدة في من أمامك أو التمس له عذرا وصلي من أجله. صوم مفرح ومقدس، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.